يا دنيا أنا بسألك ليه أنا ما طلعتش ملك؟ ده يوسف عيد، راجل غلبان شبهي وشبهك وشبه كل مصري أصيل عايش عمره كله متمرمط في البلد دي. يوسف عيد طبعا وشه غني عن التعريف وإفهاته أيقونية. في أفلام الراجل ده اشتغل فيها احنا عارفين إفهاته ومش عارفين أسامي الأفلام دي إيه. يوسف عيد موهبة وضحية في نفس اللحظة، زيك كده بالظبط يا شقيق لما بتحس أوقات كتير إنك موهبة وضحية في نفس اللحظة. بس قبل ما نتكلم عن موهبة يوسف عيد وعن ليه هو ضحية، حابب انوه ليا وليك عن شيء مهم، هو ان كل حاجة بتحصل لنا في الدنيا دي بتحصل لنا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، وإرادة ربنا فوق كل شيء. فأي حاجة ممكن تحصل تزعلك او حاجة تحس انها ضيعت مجهودك، خليك عارف ان ربنا كان عايز كده، يمكن عشان كان شايل لك الأحسن. هو أكيد شايل لك الأحسن مش يمكن، بس اللي أنا عايز أكده لك ان مفيش حد يقدر يمنع عنك أي حاجة حلوة أو أي حاجة ربنا كاتبها لك. تعالى بقى لواحد من الناس، الراجل الغلبان الروش. انت فاهم الراجل ده بيعمل ادوار ثانويه او ثنائيه من سنه. فجاه بقى ان اخر فيلم لعادل امام في السينما كان فيلم زهايمر اللي كان سنه 2010. انت متخيل المده الزمنيه اللي كان عادل امام فيها مؤمن بيوسف عيد ومصمم يدعمه ويبروزه في ادوار معاه، ايمانا منه ان الراجل ده يستحق اكتر من كده. وعشان افهمك اكتر هحكي لك حكايه على لسان واحد غيري، وهو السيناريست الشاب اللي كان وقتها شاب طبعا، بلال فضل. والراجل ده من المؤلفين القلائل اللي تحسهم وهم بيكتبوا كده شايفينك وانت بتتفرج عليهم في السينما. المهم بلال فضل في يوم من الايام كان رايح يزور استاذه عادل امام، وهو داخل الكرفان بتاع عادل امام سمع صوت واحد بيغني مواويل وبيطرب، وكل الناس اللي في الكرفان مبسوطين بيه وبيشيدوا بموهبته وبجمالها، وعلى راسهم عادل امام. ونال يوسف عيد وقتها مدح كل الناس اللي موجودين الا واحد بس. لما اتكلم قال لهم كفايه كده، انتوا هتخلوا يوسف عيد يتمرع علينا وبعد كده هيعلي اجره؟ الحمد لله ان انا مضيته قبل القعده دي. طبعا انت عرفت مين ده يا شقيق، ده المنتج الفني، او بمعنى اصح الراجل المسؤول عن التعاقد مع الممثلين. شفت الجمله اللي قالها المنتج الفني دي؟ خليك حافظها وفاكرها، لان يوسف عرفه ده بقى يا شقيق لو ما تعرفوش فهو من اهم مخرجين مصر حاليا. والراجل ده قرر انه يراهن على يوسف عيد وعلى موهبته، ومن اوائل افلامه يعني شريف عرفة ساعتها كان لسه مخرج صاعد، لسه بيشق طريقه هو كمان. بس لما بيشوف موهبه يوسف عيد الدرجه الثالثه ودوره في فيلم سمع هس، كل الافلام دي فشلت تجاريا وقتها، لكن قيمتها الفنيه كانت عاليه قوي. ودي اللي خلت واحد زي شريف عرفة مخرج صاعد وقتها ما نجحلوش ولا فيلم يجيبوا اهم نجم في مصر زي عادل امام ويعملوا ساعتها الليجاسي بتاعتهم مع وحيد حامد. ولكن ما علينا من الليجاسي دي وتعالى للليجاسي ده. شريف عرفة لما بقى اسم ليه تقله في عالم السينما قرر يغير جلده ويقدم سينما جديدة مع جيل جديد من الكوميديانات زي علاء ولي الدين واحمد حلمي في عبود على الحدود. وبيعمل شريف عرفة بعدها على طول فيلم الناظر، وطبعا ده من الكلاسيكيات. وعشان شريف عرفة مؤمن جدا بواحد زي يوسف عيد بيجيبه يعمل دور ويقول الإفيه الأيقوني ده اللي لحد النهارده محدش فينا نسيه او مش فاكره. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس. بعد كده شريف عرفة بيجيبه في دور اكبر في فيلم ابن عز، ولكن للاسف الفيلم ما حققش النجاح اللي كان متوقع له. فشريف عرفة بيغير موضة الافلام الكوميدي وبيتجه للافلام الاكشن، وبيفضل ساعتها يوسف عيد يتنقل في اعمال كتير مكانه شخص واحد، وبيدي احمد فهمي وهشام ماجد وشيكو قبلة الحياة لموهبة قصى عليها الزمن، وبيدوا دوره الايقوني عم هيصة في مسلسل الرجل العناب. وطبعا مش هحكي لك عن كم الضحك والافيهات والميم في الضحك متكلفة وقلوبها سالكة بيدي يوسف عيد دور بوب مارلي. الراجل ده قال في الفيلم بتاع 11 افيه مفيش افيه منهم جله، ومفيش حد خرج من الفيلم ما اتكلمش عنه. فاكر الجمله اللي قالها المنتج الفني زمان على يوسف عيد انه كده هيتمرع علينا ويعلي اجره؟ يوسف عيد بعد المشوار الفني المبهج ده والافيهات اللي بتاريخ نجوم شباك